لديهم الكثير من الرغبه. المدربين راح يعرفون يتعاملوا مع هذا لانه طاقه يعني كان حديث ايضا حول انه والله بعض اللاعبين ليسوا بسن المنتخب الناشئين، لكن في النهايه البطوله اظهرت باوراقها الرسميه كبعثه المنتخب اليمني، وبالتالي على الجميع ان ينسي او ينتهي من هذه النقطه والا يركز في مساله والله انه لاعب ليس في مساله القانون وما الى ذلك. طالما الوثائق رسميه اذا على الجميع ان يحترم هذه الوثائق. اكيد الوثائق هي الحل الاساسي لاثبات الشكوك اللي حاصله بين المنتخبات انه يتكلمون عن هذا الجانب بالتحديد، ولكن تبقى انك انت اليوم تشتغل وتعمل في هذا الجانب. المنتخب اليمني انا متاكد انه راح نشاهد مباراه منتخبنا مع المنتخب اللبناني، وراح نشاهد ايضا مجموعه الغد اللي هي السعوديه والاردن، لاعبين على مستوى عالي وسنهم صغير، لانه السن اليوم ليس مقياس حقيقي. يعني نشاهد اليوم في اوروبا لاعبين بالسن ال 17 سنه يشاركون مع لاعبين بعمر 30 ولا 40 ويبدعون في عالم كره القدم، لانه كره القدم ليست لعبه فرديه، كره القدم لعبه جماعيه تعتمد على 11 لاعب ودكه البدلاء وعمل اجهزه فنيه، عمل اتحادات. لابد انه نحن اليوم نشتغل. انا ما عجبني في المنتخب اليمني نعم يملك ادوات جدا مميزه، ولكن العمل المميز في المنتخب اليمني انه يعمل كمجموعه كمنظومه مجموعه جماعيه في الخط الدفاعي وفي خط الوسط وفي الخط الهجومي. نجد انه في عمليه الضغط تجد انه المنتخب اليمني يضغط ب5 إلى 6 لاعبين.